السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. متنسوش اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس كلمة الكل عشان يوصلكم كل جديد. واللي بيشوف الفيديو كتير بيشاهدوا الفيديو وما بيشتركوش، اشتركوا في القناة، في معلومات وفي حاجات حلوة وفي ضحك. ما تنسوش. النهاردة طبعا زي ما انتوا عارفين انا بره، يعني ايه جه في بالي فكرة قلت اتكلم معاكم فيها. يعني زي ما بنقول كده كلمتين وبس، على رأي فؤاد المهندس، الله يرحمه ويرحم كل حبايبنا يا رب. بصوا بقى، انا شد انتباه حاجة طبعا بتحصل في بيتي وبتحصل في بيوت كتير اكيد، ان الواحد لما بيكون عنده ولد على بنتين على 3، ففي حاجة كده زي ايه، مش تفرقة، بس طبعا ولو هو الصغير او هو الكبير، فالولد بيبقى ليه حاجة كده، يعني ايه، بيبقى في جنب لوحده. تمام، ده اكيد عند ناس كتير يعني بتحصل، وحتى البنات بيكونوا زعلانين. ده حاجة. ففي مثلا الاب بيجي ابنه مثلا الصغير ويجي مثلا ايه، انت الراجل بتاع اخواتك، إيه، قبل ما ينزلوا مثلا ايه، بص بصه دي دهنه ميك اب، إيه لا ما تخليش اختك تنزل بقصير، لا ما تخليش اختك تنزل بضيق. ده في معظم بيوتنا. تمام. إيه، ده حاجه من الواقع، يعني انا بكلمكم ده بيحصل عندي كمان في البيت ساعات يعني، وانا طبعا ما بكونش موافقه على الموضوع ده. إيه، انت الراجل بتاعهم، انت انت كل حاجه. يمسك ولد صغير كده، انت اه، ولد كبير، اه استأذنوا من اخوكوا، اه قومي اعملي الفطار لاخوكي. اه ماشي، انا هعمل له كل حاجه، ماشي انا هعمل له كل حاجه، اه بس انت حطيتيها الاخت مع اخوها في حاجه تانية. طبعا انا بتكلم ان الاب موجود، تمام، انا بتكلم في نقطه ان الاب موجود. حطيتي نقطة، حاجة كده بين الأخوات، يعني في وقفة بقت بين الأخوات وبعضها. طبعا الكلام ده برضو كان عندي، أنا أكبر من أخواتي، أنا الكبيرة بتاعت أخواتي، فكنت بحس إحساس وأنا صغيرة. يعني مثلا أخويا أصغر مني، تمام، كان هو زي ما يكون أخويا الكبير، وبابا مثلا الله يرحمه بابا كان معايا، فاهمين؟ فكان مثلا ايه، ليا طبعا اللي انا احب اخويا، وليا اللي انا إيه، احترام لاخويا وكل حاجه، ده بين الاخوات. بس في برضو اخوات يعني ولاد بيعيشوا مرحله، طبعا كل واحد غير التاني، كل واحد حته اللي هو كبر وبقى راجل، دي حاجه تانية. فانتوا فاهمين قصدي؟ فكنت انا بحس بالشعور ده، فطبعا مش هاجي برضه احسسها لبنتي واخوك الاصغر منك، إيه مثلا ايه، امسحي الروج ده، إيه زعلتوا كده الاخوات من بعضهم، لا الفستان ده ضايق عليكي، لا بابا اللي موجود يا حبيبي، إيه سواء كبير سواء صغير بابا اللي يتكلم. الاب ما يقولش لابنه اتكلم، هو بيقول له عشان يحسس ان انتوا ليكوا اخ راجل يعتمد عليه. انت ممكن تتكلم معاه بس بطريقه تانية، انتوا فاهمين قصدي؟ بطريقه تانية. إيه اخوك الكبير ممكن تقول لهم مثلا ايه، حب اختك، اقف جنب اختك، صاحب اختك، اتكلم مع اختك. لكن كده هتحسسوا ايه، كرهتوا الاخت في اخوها وكرهتوا الابن في، يعني الولد شال مسؤولية البيت وهو لسه طفل، ما كملش 19 10 سنين 15 سنة، شال مسؤولية وشال حاجة مش ليه، مش بتاعته. انتوا فاهمين قصدي؟ وبرضو قولولي في الكومنتات اللي انا بقوله ده صح ولا غلط، وقولولي انتوا عندكم في البيت نفس الموضوع ده، الاب يمسك الابن الصغير او الابن الكبير مسؤوليات مش ليه، انت بتاخد يا بابا مصروفك مني، بتلغي شخصيتي،
يعني مثلا الام المفروض تتكلم في حاجات، لا الابن الصغير هو اللي بيكلم اخته فيها. الابن الكبير تعالي هنا، انت رايحه فين؟ ده بابا قال لي انا مستأذنه مثلا ورايحه عيد ميلاد واحده صاحبتي، او هخرج مع واحده صاحبتي. لا ما تخرجيش. ازاي انت تقول لاختك بعد باباك ما وافق اللي هي خارجه، تقول لاختك ما تخرجيش؟ وانت بقى ازاي الاب يقول لها مثلا بعد ما هو قال لها ماشي اخرجي، يقول لها اسمعي كلام اخوكي خلاص؟ ازاي؟ اكيد دي نقطة غلط. اكيد انت كده عملت تفرقة ما بينهم، اكيد زعلت الاخت من اخوها، اكيد زعلت الاخ من اخته لما هي تقول له انت مالك، انت مالكش دعوة، ده حاجة خاصة بيا، انا مش صغيرة معاك على فكرة. انت كده سوقت العلاقة ما بينهم خالص. او تشيلي مسؤولية كل حاجة لابنك، لا النقطة دي غلط. حبيت اتكلم معاكم فيها، ويا رب كلامي يكون صح وعجبكم. يا رب تقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. الحاجات دي موجودة عندكم فعلا؟ بتحصل فعلا؟ اللي عنده مشكلة حاجة زي كده فعلا يحاول يصلح، لانه كده انتم بتبعدوا الاخوات عن بعض. اما بيكبروا ما بيعرفوش بعض، بيزعلوا من بعض، ما بيفكروش الفكر دون. ولد عن بنت بتفرق، صغير عن كبير بيفرق. فيا ريت يا ريت تبطلوا العادة الخطأ دي. ما تنسوش اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ومعلومات كتير هنقولها ان شاء الله مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.